ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم عن واحد من اكتر الشخصيات تعقيدا وغموضا في عالم مارفل، العملاق الاخضر هالك. بس مش مجرد استعراض للعضلات والكسر والتدمير، لا، احنا هنتكلم عن الشخصية من جواها. هنتكلم عن الألم، عن الحب، عن العزلة، وعن الرحلة الغريبة اللي ماشى فيها من أول ظهوره سنة 2008 لحد آخر شائعة بتقول إنه راجع في سبايدر مان 4. استعدوا لأن القصة دي فيها كل حاجة. نرجع لأول محطة مهمة، فيلم ذا انكريدبل هالك، واللي الناس ساعات بتنسى إنه جزء من عالم مارفل السينمائي، بس الحقيقة ده كان الفيلم التاني بعد ايرون مان، وكان البطل فيه ادوارد نورتو في دور بروس بانر. بروس بانر كان عالم عبقري شغال على مشروع سري للجيش الأمريكي، حاجة شبه إعادة تجربة جندي خارق زي اللي حصلت مع كابتن أمريكا. بس التجربة دي طلعت بخراب كبير لما تعرض لكمية كبيرة من أشعة جاما. جسمه اتغير بالكامل، بقى لما يتعصب يتحول للوحش العملاق الأخضر هالك. ومن ساعتها حياته بقت جحيم، مش قادر يسيطر على نفسه، مش قادر يعيش حياة طبيعية، قاعد يهرب من الحكومة، من الجيش، من الناس، وأسوأ حاجة انه بيهرب كمان من نفسه. بروس بانر كان بيحب بيتي روس بنت الجنرال اللي كان بيطارده، يعني هو بيحبها وابوها عايز يقتله، وده خلق واحد من اول واهم الصراعات في حياته. هل هيفضل قريب من الحب اللي بيديله امل، ولا هيهرب عشان يحميها من الخطر الوحش اللي جواه؟ وفي نهاية الفيلم بيواجه خصم شرس ذا ابومينيشن، لكن بعد ما بينقذ الناس بيختفي، ودي كانت آخر مرة نشوف فيها هالك بنسخته القديمة. بعد كده دخلنا في مرحلة جديدة. مارك رافالو مسك شخصية بروس بانر من أول ذا افنجرز 2012، ومن اللحظة دي الشخصية اختلفت تماما. في فيلم ذا افنجرز هالك بقى سلاح خطير في المعركة ضد لوكي، بس في نفس الوقت كان غامض ومش متحكم فيه. المشهد اللي بيقول فيه أنا دايما غاضب بقى أيقوني، لأن كان أول مرة تلمح إن بانر بدأ يفهم الوحش اللي جواه. بس هنا بقى ظهرت حاجة جديدة، ناتاشا رومانوف، الأرملة السوداء، اللي رغم إنها قاتلة محترفة وباردة المشاعر، لكن بطريقة غريبة قدرت توصل لهالك إحساس بالأمان. هي الوحيدة اللي كانت بتقدر تهدي الوحش. فاكرين المشهد اللي بتقوله فيه الشمس قربت تغرب؟ الكلام ده كان أكبر من جملة عابرة، كان رمز لعلاقة مميزة ما بينهم، علاقة مبنية على ثقة وخوف وحماية من نوع خاص. وبدأنا نحس إن في حاجات بتتكون ما بينهم، بس للأسف العلاقة دي اتكسرت من غير ما نعرف نهايتها الحقيقية. في فيلم افنجرز ايج اوف اولترون هالك فقد السيطرة تماما في مشهد جوه المدينة. وقتها توني ستارك اضطر يستخدم هالك باستر، وكانت لحظة صعبة لبروس لأنه حس إن مهما حاول يسيطر على الوحش بيغلبه في الآخر. وفي نهاية الفيلم بانر اختفى، ساب الكل حتى ناتاشا، وهرب في سفينة لوحده، وكان بيهرب من العالم كله ومن نفسه تاني. وبعدين ظهر تاني في فيلم ثور راجناروك، بس المرة دي مش كبروس بانر، لأ، كان هالك بقى عايش كده 100% في كوكب اسمه ساكار، بيحارب في مباريات زي المصارعة. اتحول لنسخة جديدة من نفسه. هالك بيتكلم، بيمرح، وبيعيش حياته، بس لسه جوانا سؤال، هو ده فعلا تحكم ولا مجرد هروب تاني من بروس الحقيقي؟ في فيلم افنجرز اند جيم شفنا تطور جديد، دمج بين بروس بانر وهالك، وتحول لشخصية سمارت هالك، ودي كانت نقلة كبيرة، لكن برضه مش كل الناس حبت التغيير ده. رغم انه ساعد في المعركة النهائية ولبس جوانتي ثانوس، الا ان التغيير ده كان دايما بيخبي جواه ألم فقد ناتاشا اللي ضحت بنفسها عشان يرجعوا الأحجار. وفضلنا لحد دلوقتي مش فاهمين هما كانوا بيحبوا بعض فعلا، ولا مارفل سابت العلاقة دي تتنسي، وازاي هو حس بعد ما فقدها. كل دي أسئلة لسه من غير إجابة واضحة. هالك اللي على قد ما هو قوي، هو من اكتر الشخصيات اللي شالت وجع وحزن في مارفل. ودلوقتي خليني ارجع لك لموضوع مهم جدا، العلاقة بين بروس بانر وناتاشا رومانوف. ناس كتير اختلفت حوالين العلاقة دي، هل كانت معمولة بالعافية ولا كانت حقيقية ومبنية على مشاعر واقعية؟ بس لما تبص للموضوع من جواه هتكتشف انه اعمق من كده بكتير. ناتاشا ما كانتش بس بتطمنه قبل ما يتحول، هي كانت بتمثل الجانب الانساني اللي بروس فقده، وهي كمان كانت شايفة في بروس الراجل اللي نفسه يهرب من العنف زيها بالظبط. الاتنين شايلين جواهم ندم وذنب، هي على ماضيها في الكي جي بي، وهو على كل مرة فقد فيها السيطرة وقتل أو دمر. في فيلم افنجرز ايج اوف اولترون شفناهم بيقربوا من بعض اكتر، بس للاسف العلاقة دي مارفل ما بتكملهاش. وبعدها في اند جيم ناتاشا بتموت وهو بيشوفها وهي بتضحي بنفسها من غير ما يقدر يعمل اي حاجة، وده كسر بروس بانر حرفيا. بعد نهاية فيلم افنجرز اند جيم، مارفل بدأت تمهد لمرحلة جديدة، ظهوره في مسلسل شي هالك، وكان واضح ان بروس بقى اهدى وبيحاول يساعد غيره. بس في نهاية اول حلقة صدمنا كلنا لما رجع الفضاء وسابنا متحيرين، هو راح فين وايه سر الكوكب اللي ظهر منه ابنه؟ كل دي اشارات لقصص ضخمة من الكوميكس زي بلانيت هالك او وورلد وور هالك اللي بنسمع عنها بقالنا سنين ولسه مارفل ما عملتهاش. سؤال بقى هنا، هل هالك هيظهر في فيلم سبايدر مان 4؟ نيجي بقى لاكثر حاجة شغلت الناس الفترة الاخيرة، الاشاعات والتسريبات اللي بتقول ان هالك ممكن يظهر في سبايدر مان 4. مصادر كتيرة بتلمح ان الفيلم هيكون اغمق وهيتجه اكتر لجانب الشارع والجريمة بعد ما سبايدر مان بقى وحيد ومنسي.
بس ليه يظهر هالك في وسط ده كله؟ حسب بعض التسريبات بانر ممكن يظهر كشخصية ثانوية في مهمة علمية أو بسبب تجربة فاشلة بتأثر على سبايدر مان بطريقة ما. وفي نظريات تانية بتقول ان هالك هيكون طرف في الصراع ما بين بيتر باركر والحكومة، خصوصا لو بدأوا يطاردوا المتحولين او اصحاب القدرات. وفي احتمال تالت وده الاقرب، ان سبايدر مان يضطر يواجه نسخة من هالك مش تحت سيطرته، وده معناه ان الوحش جوه بانر ممكن يرجع تاني اقوى من الاول. ولو ده حصل ممكن يكون تمهيد مباشر لبدء قصة وورلد وور هالك. وطبعا لو هالك ظهر فعلا، السؤال الكبير، هل هنشوف لحظة حقيقية يواجه فيها فقدان ناتاشا؟ هل ممكن سبايدر مان يكون المفتاح لفتح جرح قديم، او يمكن العكس يساعده يتعافى منه؟ هل اخيرا هنشوف هالك بيواجه نفسه بجد، مش وحش بيضرب وخلاص، لكن بني ادم اتعذب وبيتمنى يرجع يعيش زي باقي الناس؟ الاحداث اللي جاية ممكن يكون اعظم فترة لهالك واخر مرة نشوفه. وفي نهاية الفيديو اقدر اقول ان هالك عمره ما كان مجرد وحش اخضر بيكسر في كل حاجة، هو ببساطة انعكاس للغضب اللي جوانا، للجزء اللي بنحاول ندفنه جوا نفسنا علشان نكون طبيعيين. بروس بانر ما قدرش يتخلص من هالك، لكنه اتعلم يعيش معاه، وساعتها بس بقى اقوى من اي وقت فات، مش لانه يسيطر عليه لكن لانه اتصالح معاه. ودي كانت قصة هالك الوحش اللي طلع قلبه احن من كتير من البشر. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، واستنى فيه قصص تانية اقوى واغرب. وسلام.